وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كده نكون خلصنا سيكشن فيسيولوجي، وعشان نختصر عليكم الطريق ونوصل بسرعة للسكن. يعني وانا بفكر كده، يعني ساعات الواحد بيقعد يفكر مع نفسه في حاجات بعيدة عن اي حاجة تهمه اصلا. كنت قاعد في مرة بفكر كده في حوار السلطات اللي بتكون موجودة في الدنيا بشكل عام. يعني اللي خلاني افكر في حاجة زي دي هو امتحان عندنا، امتحان عملي حاسب آلي. كنا بناخد لغة البايثون يعني وكده، فكنا بنمتحن عملي عليها. فالمهم يعني ان احنا كنا كان الدكتورة قالت لنا، ادتنا 10 اكواد كده ولا 6 اكواد، قالت لنا الامتحان هيجي منهم بصمجيهم احفظوهم حفظ وهتلاقوهم جوه. دخلنا جوه لقينا ان في كود جاي من البصمجه، والكود التاني الدكتور اللي دخل هو المعيد اللي دخل ادانا كود تاني من نفسه بره الاكواد اللي احنا حافظينها يعني. فاحنا اعترضنا زعلانين بقى، ازاي انتوا قلتوا ان الاسئله، طب احنا ما حدش ذاكر المنهج، ما خلاص انت قلت لي ان دول الامتحان، فخلاص انا هحفظ الاكواد دي وخلاص. فدخلنا لقينا غيرها وقال لك انا عايزكم فاهمين وعايزين نميز الناس اللي هتبقى معيدين والكلام ده كله. احنا يعني الموضوع ضايقنا، بس في الاول وفي الاخر دي حاسب آلي يعني، احنا ماده اصلا مش مهتمين بيها، مش عايزين منها حاجه، فاهمني؟ انا طب بيطري هحتاج ايه حاسب الآلي ده؟ فعدينا الحوار يعني وخلاص. ماشي يا دكتور تمام، هنحل السؤال ده والسؤال الثاني ده مش عارفينه، يعني نقصنا عليه درجات وادينا ماشيين. ماشي شكرا، 5 درجات ماشي، الف شكر. المهم ان بعد ما الموضوع خلص وكل حاجه، فطلع الدكتور للدكتوره فوق، المعيد يعني طلع للدكتوره فوق، قال لها ان الطلبه عاملتني باسلوب وحش وكلموني وحش وما اعرفش ايه، رغم ما حدش جنبه والله لحد قال له حاجه. بس المهم ان احنا يعني بعد كده الدكتوره قامت كلمتنا وزعقت فينا وقالت لنا ان الامتحان هيتعاد. طبعا الامتحان ولا اتعاد ولا حاجه يعني، بس زعقت فينا وقالت لنا انتوا كلمتوه وحش ما كلمتوش وحش. والليدر بتاع الدفعه بتاعتنا فضل يعتذر للدكتوره ويعتذر للمعيد وبتاع. انا الموضوع ضايقني بصراحه يعني. انا كلمت الليدر ساعتها وقلت له بتعتذر ليه؟ يعني بجد بتعتذر ليه؟ احنا ما عملناش حاجه يعني. هو يعني عشان معيد يعني ويقدر يشكي للدكتوره والدكتوره تقدر تسقطنا فخلاص يعني نفضل نعتذر رغم ان احنا ما عملناش حاجه؟ هترمي كرامتك في الارض كده لكل واحد عشان سلطته؟ بس المهم يعني عدى مع الليدر واعتذر لهم الكلام ده كله. فدي الحته اللي خلتني افكر في حوار السلطه ده. يعني معلش انت كدكتور في الجامعه دلوقتي، انت سلطتك عليا مدتها قد ايه؟ سلطتك عليا مدتها ال6 سنين بتوع بيطري، هخلص وخلاص. طب بعد كده ايه اللي هيفضل لي منك؟ خلاص انت سلطتك راحت. مش هيبقى غير حاجه واحده بس، هو ان انا لما افتكرك يا اما افتكرك بالحلو يا اما افتكرك بالوحش. يعني لما تيجي في بالي، اصلا انا خلاص بعد ما اكبر بعد كده واشتغل بعد كده واعمل كل حاجه انا نسيتك خلاص. فلما تيجي في بالي بعد كده هل هفتكرك واقول والله كان شخص كويس معانا، كان دكتور محترم بيعاملنا كويس بيعاملنا زي عياله؟ ولا تيجي في بالي واقول عليك ده دكتور كان بينتقدنا، كان دايما بيطلع عقده النفسيه علينا، كان بيستغل سلطته علينا ويهددنا ان هو لو ما عملناش كذا هيسقطنا لان هو ليه سلطه ما حدش يقدر يتحكم فيها معاه، حتى لو حب يسقطنا ما حدش هيقول له حاجه يعني، فاهم؟ وبدات افكر بعد كده في موضوع السلطات ده بشكل عام. انت مثلا كدكتور في عياده لما يجي لك مريض والاسيستنت بتاعك بره يعامله وحش وتفضل تتعامل معاه وحش، وهو الراجل محتاج لك، فاهم؟ المريض ده محتاج لك، هو تعبان ومحتاج لك، فهو حاليا هيقعد حتى لو عملت وحش، حتى لو اخرت له دوره 20 واحد هو هيقعد لان هو محتاجك. ولكن بعد ما يحتاجك خلاص هو مش عايز منك حاجه تاني، في داهيه. فانت كده سلطتك انتهت لحد ما الراجل خد علاجه ومشي. بعد كده بقى لما حد يساله عليك كدكتور هيقول ايه؟ لو هو خف على ايدك فعلا هيقول ان هو دكتور شاطر تمام وكل حاجه، ولكنه راجل مش محترم. فدي الحته اللي فضلت بقى. زي مثلا لو طبقت الموضوع ده على المدرس مثلا بتاع اعدادي بتاع ثانوي بتاع ابتدائي، المدرسين بشكل عام، انت سلطتك بتنتهي لحد ما انا اخلص المرحله دي او لحد ما اخلص الدرس، لحد ما انت تبطل تديني في الفصل. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا ابتدائي خلصت خلاص، كل مدرسين ابتدائي دول فتره وراحوا وخلاص كده. في ناس يعني حاليا انت لو فكرت دلوقتي، اظن ان نادر ما هيكون في حد بيتفرج على الفيديو ابتدائي يعني، لو فكرت كده هتلاقي ان انت في ناس، في مدرسين في ابتدائي انت حاببهم،
انت فاكرهم بالخير، يعني بتقول اه والله يعني يشكروا. وفي مدرسين تانية انت في نفسك من جوه بتسب لهم ميتين اهلهم في جوه. اكيد يعني بص، يعني في ناس بتستغل سلطتها في انها تطلع عقدها النفسيه على الناس. فبما اننا اتكلمنا عن حوار السلطات وان السلطات عمرها ما كانت مستمره، سلطتك ليها فتره وتنتهي، فعايز اقول لك ان في اي وقت ربنا هيديك سلطه على حد في اي حاجه، سواء شغل بعد كده او ايا يكن في اي سلطه، فانت خليك عارف في دماغك دايما ان انت كده كده في وقت هيجي والسلطه بتاعتك هتخلص. فخلي الشخص اللي قدامك بعد ما السلطه بتاعتك تخلص يفضل فاكرك بالخير. يعني من الاخر كده سيب اثر طيب في الناس، ما تبقاش غتت.